أهلا وسهلا بكم حبايبنا، ورجعنا وياكم ودرس الثامن من تطوير تطبيقات الهاتف باستخدام الدارت والفلاتر. اليوم راح نبلش نحل بعض التحديات البسيطة والمتوسطة نوعا ما، أو يعني أقل من المتوسطة، ومن خلالها راح نراجع المعلومات اللي تعلمناها والأفكار اللي تعلمناها. هذا أحد الكتب اللي موجودة بالمصادر، ابحث عنها بالموقع مالتنا مال نينسيكو دوت كوم. أعتقد هو موجود تقريبا يمكن بكل المسارات. إذا ما كان موجود بالفلاتر والدارت يمكن تلقاه بالجافا بالأندرويد أو في أي مكان آخر. أعتقد هو بالكروس فلاتر. خلينا نشوف كتب ومصادر. أي نعم، ما موجود بالفلاتر. غريبة. إلا راح تلقاه موجود بالاندرويد. اعتقد لازم يكون موجود بالاندرويد على الاقل. نعم، Book of Programming Challenges. هذا الكتاب موجود اذا تحب تطلع عليه، اذا تريد يعني تاخذ معلومات عامة. هو الكتاب لسبب ما التشالنجز مالته غير مرتبة بالترتيب الرقمي الصحيح، لكن ما لنا علاقة. احنا ناخذ التشالنجز بارقامها، يعني هنا عندنا 1 2 3 و4 5، احنا نمشي بحسب الارقام. من خلال ما تعلمناه، هذا برنامج يطبع نكتة او جوك. آه، عبارة عن فقط يطبع تكست، فهذا يعني راح نتجاوزه، سهل جدا. التشالنج الثاني يعني تقريبا تعلمناه، احنا تعلمنا شلون نطبع تكست، تعلمنا شلون نسوي لستة من السترينج، وبإمكانك انك تكتب عدة نكات في هذه الليستة، وبإمكانك انك تستخدم يعني فتشي راندوم. خلونا نسوي على اساس انه نختار اندكس عشوائي من هذه الليستة. خلينا نسوي التشالنج الثاني. هذا سهل، يسأل اسمك وانت ترد عليه بكلمة هلو. التشالنج الثالث نحسب مساحة مستطيل. والتشالنج الرابع write a program that will نحسب المسافة اللي سافرتها السيارة إذا أنت دخلت السرعة والوقت اللي استغرقته. أيضا معادلة رياضية بسيطة، بس على مود أنك يعني نتعلم شلون نسويها بفانكشن ونرجع الجواب. التشالنج الخامس هذا حلو، هنا راح نتعلم بشغلة جديدة. راح نتعلم مكتبة الديت تايم اللي هي للتاريخ والوقت، واللي من خلالها نتعلم شلون نتعامل ويا التواريخ والأوقات. خلونا نبلش ويا البرنامج الأول. خلونا نسوي مشروع جديد، بروجكت جديد. أكيد عندي دارت، ومن الدارت اخذ الكونسول ابلكيشن كالمعتاد. هذا خلينا نسميه challenges 001 وين بي. طيب كالمعتاد احنا هاي ما نحتاجها، نسوي لها ديليت، وهذه ما نحتاجها ايضا، والارجيومنت بالفانكشن مين ايضا ما نحتاجها. اتاكد انه هو بعده قاعد يسوي اندكسنج، لذلك ما جاي ينطيني الاوتو كومبليشن بعده. اتاكد انه الاس دي كي مربوطه، كل شيء تمام، ما عندنا مشكله. شغل البرنامج، هلو، كل الامور تمام. طبعا مثل ما تعلمنا احنا ما راح نكتب كل برامجنا في استخدام المين، راح نسوي فايلاتنا الخاصه اللي راح نخزنها في اللايبراري. فنسوي فايل جديد من نوعية الدارت ونكتب عليه تقدر تسميه انت حسب مزاجك، يعني حسب رايك. ما يقدر لانه نفس الاسم، عفوا. خلينا نسميه challenges functions. اوكي، كنية انه راح يكون عبارة عن دوال. وان شاء الله بالدروس القادمة راح ندخل في عالم الاوبجكت اورينتد، وراح نبتدي نسويها على شكل كلاسات وكل هذه الامور. طيب، انا الان شنو الفكرة المطلوبة عندي؟ الفكرة المطلوبة انه راح يكون عندي عدة نكت
اوكي، عند عدة نكت، والبرنامج يختار لي نكتة بشكل عشوائي من هذه النكت ويعرضها إلى المستخدم، والمستخدم يقوم بعملية don't display the punch line until the reader hits the enter key. punch line شنو قصده بالبانش لاين؟ خلينا نشوف نترجمها هذه. بانش لاين شنو قصده بيها؟ هاي جديدة ما إلها ترجمة حتى بالعربي. بونكين. اوكي، على العموم خلي المستخدم يكتب مثلا كلمة next أو finish. المستخدم يكتب كلمة next أو finish. إذا كتب كلمة next ينطي النكتة اللي وراها، وإذا يكتب كلمة finish معناه ينهي البرنامج. خلي يكون عندنا أول شيء عندنا فانكشن. قبل شوي كنت أكتب برنامج بالبي اتش بي، والبي اتش بي من تجي تعرف فانكشن أو ميثود تبتدي بكلمة فانكشن، لذلك كتبت الفانكشن عذرا. عندنا ميثود، عندنا فانكشن ينطيني random index، ينطيني اندكس عشوائي. اوكي، فهنا أنا احتاج الى ميثود get random index. اوكي، مثل ما تعرفون انه الليستة مال اي ليستة هي زيرو اندكس، فتبتدئ من الاندكس الصفر وتنتهي بالاندكس حسب عدد العناصر اللي موجودة بالليستة. فهذه من وظيفتها انها تختار لي اندكس عشوائي، لكن الاندكس العشوائي انا احتاج ان اعرف الليستة ايش قد حجمها، ايش قد حجم الليستة، على مود لا يكون اختياره للاندكس باكثر من عدد عناصر الليستة. اوكي، فهنا أنا احتاج الى الانتجر اللي هو الماكس، اي بمعنى ما هو اعلى رقم الاوبجكت الراندوم يقدر يختار لي اياه. مثل ما تعلمنا احنا نحتاج انه نسوي امبورت للماث، اللايبراري مالت الماث اللي من خلالها يتواجد الاوبجكت اللي هو الراندوم. فهنا الراندوم عندي راندوم يساوي راندوم، اي بمعنى جهز لي نسخة جديدة من الاوبجكت او من نسخة من الكلاس راندوم. وهنا أنا راح ارجع بالكون الفانكشن يرجع لي قيمة معينة، فراح ارجع من الراندوم دوت نيكست انتجر بحيث الماكس يكون ماذا؟ يكون الماكس من هذا الرقم. اوكي، في هاي الحالة اذا انطيته انا للفانكشن انطيته 100 فراح يختار لي رقم ما بين الصفر والمية. اذا انطيته رقم 5 مثلا راح يختار لي رقم ما بين الصفر والخمسة. طيب انا ايضا احتاج الى ليستة من ماذا؟ ليستة من السترينج اللي هي مثلا get jokes، اللي من خلالها راح تنطيني الليستة مال الجوكس. فهنا أنا أحضر ليستة جديدة من ما أحتاج أحضر ليستة جديدة، بإمكاني أنه رأسا أرجعها بهذا الشكل. أوكي، بإمكاني أني أرجعها رأسا بهذا الشكل، كون هذه الأقواس ترمز إلى list. أوكي، هذه الأقواس ترمز إلى list، يعني هي نفس العملية. أنا لو قمت بتحضير ليستة من نوع السترينج بهذا الشكل، أوكي، وأطلقت عليها اسم جوكس مثلا، وأقول تساوي ماذا؟ تساوي جوك وحدة، الجوك يعني النكتة الحزورة، النكتة الثانية وما إليه. فأنا اختصرت هذه العملية بأكملها بفقط هذه البراكتس، في هذه البراكتس. فأي من الطريقتين بإمكانك تستخدمها، إلا أنه كونها راح ترجع لي يعني حزور أو نكتة أو تكست معين، فماكو داعي أني أستخدم هذه الطريقة اللي تكون مطولة. فخلي نفترض أنه عندي خلي نجيب random text message. او ماكو داعي ننسخ من هذه الامور. خلينا نفترض يعني فقط كتابة عشوائية بهذا الشكل. هي ليست يعني نكت حقيقية، هي مجرد
توضيح للفكرة. فنعتبر انه كل سطر من هذه الاسطر هو عبارة عن نكتة. فالآن أصبحت هذه راح تعطيني تنطيني الليستة مال الجوكس بأكملهم. طيب الآن أصبح عندي الإمكانية لاستخراج اندكس بشكل عشوائي. عندي ليستة من السترينجز اللي هن الجوكس. الآن أحتاج إلى ماذا؟ أحتاج إلى ميثود تقوم ببداية البرنامج أو يعني هو ميني بروجرام، خلينا نسميه برنامج مصغر، خلينا نطلق عليه run program. اوكي، run program. ومن الرن بروجرام مجرد اني اقوم بعملية الامبورت لماذا؟ للتشالنجز، لا تشالنجز بال challenges functions هذا سميناه. وهنا أنا أبدأ ب run program. أوكي، فهنا أنا أصبح عندي هذا الفانكشن هو اللي راح يبدي. أول شيء ماذا أحتاج؟ أحتاج إلى ليستة من النكت أو jokes وتساوي get jokes. أوكي، اللي هو هذا الفانكشن مالتي اللي راح يقوم باسترجاع هذه النكت. حلو الكلام. المسألة الثانية أحتاج إلى random index أو رقم عشوائي. get random index. وما هو الاندكس الأعلى شيء؟ هو الطول لماذا؟ الليستة. أي بمعنى أنه أعلى عدد ممكن أنك تحصل عليه هو عدد عناصر الليستة. أوكي، فلو قمنا فقط بطباعة الاندكس لازم نشوف 1 2 3 4 5 6، لازم نشوف 7، رقم 7 6 اللي هو من 0 إلى 6 اللي هو 7 عناصر. أوكي، إذا طبعنا الليستة مال الجوكس لازم يطبع لي النكت هذه بهذا الشكل، عبارة عن strings. طيب الآن أحتاج إلى ماذا؟ أحتاج إلى إدخال المستخدم. أحتاج المستخدم راح يدخل next أو راح يستخدم finish. فأحتاج إلى مكتبة الانبوت output. وهنا أنا أحتاج إلى string اللي هو user input. أوكي، راح أقوم بتحضيره بهذا الشكل. مثل ما تعلمنا لأول مرة نحتاج لتنفيذ البرنامج على الأقل في هذه الحالة لمرة واحدة قبل ما نسأل المستخدم عن إدخاله. ففي هذه الحالة راح أستخدم do while. شرطي راح يكون إنه اليوزر input لا يساوي ماذا؟ لا يساوي finish. أوكي، طالما المستخدم ما يقول finish في هذه الحالة البرنامج يستمر. طيب يعني هنا أنا حتى الانتر، يعني إذا كبست انتر أنت بدون ما تقوم بأي شيء أيضا راح يقوم بنفس العمل. طيب هنا أنا خل أخذ اليوزر انبوت راح يساوي لي في هذه الحالة خل نهمل اليوزر انبوت بالوقت الحالي. خلينا نشوف شنو نريد نسوي. نريد نستخرج أحد هذه النكت باستخدام الاندكس. فهنا أنا راح تكون عندي الجوك. اوكي، راح تساوي احد الليستة اللي هي جوكس. اوكي، دوت عفوا اي نكتة من النكت اللي هي الاندكس. حلو الكلام. فهنا أنا وصلت الى احد هذه السترينجز او احد هذه النكت باستخدام ماذا؟ باستخدام الاندكس اللي راح يكون عشوائي ما بين 0 و6، ما بين 0 و6. وأقوم بطباعة الجوك.
اوكي، علما انه كان بامكاني ايضا اني اختصر هذا بماذا؟ بهذا. خلينا نقوم ب لا، هنا نحتاج، نحتاج عفوا، نسينا اليوزر انبوت. اليوزر انبوت وفي هذه الحالة يساوي ذكروني console system، والله نسيت. لا، هذه سيستم بالجافا. والله نسينا. stdn. اوكي std. اوكي stdn دوت يا ويلي نسيت read sync line. لا حد يضحك. اوكي، اخذنا الادخال وراح نسوي سويتش على الادخال على اليوزر انبوت. الكيس اذا كان ماذا؟ اذا كان next، في هذه الحالة سيقوم بطباعة، ونسوي بريك. واذا ما نحتاج نسوي احنا كيس فينش لانه هو راح يخرج على الفينش، فنقوم بوضع الديفولت وبامكاننا ان نضعها بشكل فارغ. خلينا نشوف. طيب هو ينتظر من عندي ادخال، راح اقول له نيكست، انطاني نكته، اقول له نيكست، اعطاني نفس النكته، اقول له نيكست، اعطاني نفس النكته. لانه في كل مره احنا نحتاج انه نسوي جنريشن، انشاء للراندوم تكست. فهنا مجرد انه نحضره، وهنا نقوم باعطاء الاندكس. يعني في كل مرة اكتب نكست هو يقوم باختيار الاندكس بشكل عشوائي ويظهر لي النكتة. اوكي، نكست، انطاني نكتة، نكست، انطاني نكتة اخرى، نكست، انطاني نكتة اخرى، نكست، انطاني نكتة اخرى، نكست، انطاني نفس النكتة، نكست، انطاني نكتة اخرى. في كل مرة اكتب له نكست هو يختار الرقم بشكل عشوائي. في بعض الاحيان يختار نفسه لان هن مجرد 6 ارقام. لكن تخيل انت اذا كانت عندك ويب سيرفيس بالمستقبل، من يكون عندنا احنا مثلا متصلين بمصدر من الداتا مثلا API، او متصلين في موقع معين ب يعني اي من خدمات مثلا third party services، انت تكون متصل بها وتسترجع هذه المعلومات من عندهم. يعني في اكثر الاحيان هذه المعلومه في هذا المجال بالضبط ما راح تكون انت هارد كودد، يعني ما راح تكتب الامور هاي بنفسك. فاحنا بالمستقبل راح نشوف مثلا شلون نستردها من خلال API، من خلال ويب سيرفيسز او من ثيرد بارتي، ونستكمل بها برنامجنا. اوكي، وعند الانتهاء شنو نقول؟ احنا نقول فينيش، وهنا خلص عندي البرنامج. اوكي، اي سؤال؟ حلوة هاي الترجمة مال بانش لاين. هذا اعتقد كلمة عامية بالانجليزي، ما نستخدمها هنا، اول مرة اسمعها بصراحة. حلو. طيب هذا اول تحدي. التحدي الثاني يسأل اسمك وترجع له بال what's your name hello name. طيب خلينا نسوي مع ذلك، اوكي. فهنا أنا بعد ما احتاج انا الرن بروجرام، ما اريد اسوي رن لهذا البروجرام،
واسوي ملف جديد للفايل واطلق عليه challenges functions 002 احنا رقم 2. اوكي. وهنا أنا أحتاج إلى أن أسوي له import أيضا على مود أقدر أستخدمه، وراح يكون هو challenges 002. أوكي. وأيضا بالchallenges 002 راح يكون عندي void run program. أوكي. راح يكون عندي run program. نحتاج إدخال من المستخدم، راح نسوي import لمكتبة الانبوت والاوتبوت. وهنا أنا راح يكون عندي method ترجع لي إدخال المستخدم، مثلا راح تكون get user input، وبهذه الحالة راح ترجع لي ماذا؟ راح ترجع لي ال stdn dot read sync line فقط. اوكي. في اللي من خلالها راح استخدم الاسم اللي راح يدخل لي اياه المستخدم، والرن بروجرام راح تسأل عن الانبوت اليوزر انبوت، وبهاي الحالة راح يكون get user input، علما انه كان بامكانك انك تسوي نفس العملية، بس احنا هاي على مود نصير نتعود انه نستخدم functions خاصة بينا، methods خاصة بينا، مثل تمرين مستمر. اوكي. وهنا راح نسوي print ماذا؟ راح نسوي print hello input. اوكي. او نقدر هنا حتى نسمي name. اوكي. نسمي name، وهنا نسوي name، وقبل ذلك نطبع بالكونسول ماذا هو شنو طالب من عندنا؟ نطبع what is your name بالبداية، فنطبع هذه المسج what is your name علامة استفهام، لا علامة السيمي كولن، واصبح عندنا برنامج مصغر. هنا أنا اسوي run program. شنو المشكلة هنا؟ لاحظ عندي مشكلة. شنو المشكلة هنا؟ المشكلة هنا انه هذا الفانكشن هو نفس الاسم مستخدم هنا ومستخدم هنا. حلو. فعندنا احنا الخيار انه هذا نسوي له كومنت على مود نقول له انه احنا نريد نستخدم هذا الفانكشن اللي من هذا. هذه احد الامور اللي راح تنحل بماذا؟ راح تنحل باستخدام الاوبجكت اورينتد بروجرامينج. لكن بالوقت الحالي خلينا مجرد ننفذ التحدي. what is your name؟ أحمد. هلو أحمد. أوكي. بكل بساطة. هذا التشالنج 1 وتشالنج 2. خلينا نشتغل على تشالنج 3. يقول اكتب برنامج يحسب مساحة المستطيل. تاخذ الطول والعرض من الكيبورد، يعني من اليوزر انبوت، تقوم بعملية حساب المساحة وترجع الريزلت. اوكي. خلي نسوي كالمعتاد، خلي نتعود على هاي المسألة، انه كل شيء يكون بملف خاص به، على مود ايضا سهل علينا نراجعه، سهل علينا التعامل وياه. functions 003. اوكي. كالمعتاد void run program، البرنامج اللي راح يقوم بتنفيذ البرنامج مالتي. راح اسوي import element للimport الانبوت اوتبوت اللي من خلالها استخدم الادخال. راح يكون عندي ماذا؟ راح يكون عندي double get width. اوكي. هذه الميثود اللي خاصة ان تسأل المستخدم لادخال العرض. اول شيء اطبع للمستخدم اقول له enter the width، ادخل العرض. وهنا أنا مثل ما تعرفون الكونسول ينطيني الامور باستخدام ماذا؟ باستخدام السترينج. فهو اول شيء راح يكون string، فراح اقول string width ويساوي ال stdn dot read sync line. وهنا أنا شنو احتاج؟ ارجع الويدث بطبيعة الدبل.
شلون نحول الى الدبل؟ عندنا دبل دوت بارس width. اوكي، فالفانكشن او الميثود بارس هي مسؤولة عن اخذ قيمة اوكي من حالتها التكست وترجع لي اياها بالدبل، علما انه هذا السطر راح يسوي كراش للبرنامج، اذا المستخدم دخل تكست، يعني حرف، مثلا انت دخلت حرف اي او اذا دخلت حرف اس، عرفت شلون؟ فهنا راح يسبب لي مشكلة. بالمستقبل بالدروس القادمة بس نتعلم الديفنسيف بروجرامينج او البرمجة الدفاعية، اللي بمعناه انك شلون تحمي برنامجك من انه يفشل. هنا راح نتحقق من القيمة المدخلة، اذا كانت هي قيمة رقمية اي بامكانها ان تتحول الى صيغتها الدبل او لا، واذا كانت غير قابلة للتحويل الى رقم شلون نرجع يعني ايرور مسج. فاحنا لا نستعجل، فاثناء الاستخدام، اثناء الفحص، يعني بالوقت الحالي تاكد انك تخليه بصيغته الرقميه، يعني دخل رقم. عندنا دبل جيت هاي. اوكي، راح نقول print ايضا هم يسمونه length، عفوا length. اوكي، وهنا نقول enter length the length colon، ونفس الاشي راح نقول length ويساوي stdn dot readsync، وهنا ارجع قيمته بحالة الدبل، فدبل دوت بارس length. اوكي، ونفس ما قلنا هنا راح يكون مطبق هنا ايضا. get length ال نحتاج تكون capital letter. اوكي، نتعلم هذه طريقة الكامل كيسنج، راح نسلط الضوء عليها بالمستقبل، انه كيف تسمي الفاريبل، كيف تسمي الفانكشنز، شنو الحالات اللي تستخدم الكابيتال لتر والسمول لتر، لكن بالوقت الحالي خلينا ما نهتم لهذه الامور. طيب الان عندي بامكاني اسال عن العرض، اسال عن الطول. هنا راح يكون عندي الميثود الثالثة اللي هي calculate area، احسب المساحة. وعلى مود تحسب المساحة انت تحتاج لماذا؟ تحتاج الى الويدث العرض، وتحتاج الى الدبل اللي هو اللينث، وهذا الميثود راح ترجع الويدث مضروبة باللينث. اوكي، هذه هي المساحة، الطول مضروب في العرض. اوكي، هو شنو طلب؟ مستطيل. نعم، مستطيل. اوكي، حلو الكلام. طبعا يعني مستطيل لوجه واحد. اوكي، يعني احنا ما جاي ناخذ المساحة الكاملة لكل الاوجه، احنا قاعد نعتبره مستطيل ثنائي الابعاد. شوف هنا هو يعني حتى هنا هو جاي يقول اذا ما تدخل ارقام شنو اللي يصير وشلون تحمي نفسك من عنده. احنا هاي الامور نتعلمها بعدين بالديفنسيف بروجرامينج. اوكي، زين. احنا هسه شنو عندنا؟ نحتاج الى ميثود void ما تقوم بشيء، print welcome، فقط تطبع welcome to our tool, please enter the details below. طيب على مود اسورا للبروجرام راح اقول print welcome. وراء print welcome راح اقوم بعملية اخذ المعطيات من get width واخذ المعطيات من get length، واقوم بماذا؟ اقوم بcalculate double results، نتائج
راح تصير calculate ماذا؟ calculate ال width وال length. اوكي، وأقوم بطباعتها للمستخدم. The results are results. اوكي، تلاحظ انه اكو نوع من التكرار. هذا النوع من التكرار هو هذا التدريب الحقيقي، لانه انت مع استمرارك بكتابة هذه الاسطر مرة ومرتين تصير مسألة، يعني مسألة تعويد، مسألة second nature احنا نسميها، يعني تصير مسألة طبيعية بالنسبة لك كيف تكتب كل هذه الامور. طيب احنا نسوي import ل challenges 3 ونسوي run program. خلينا نشوف شغلنا صحيح ولا لا. اوكي، welcome to our tool, please enter the details below. دخل 5، لا خلي ادخل ارقام نقدر نحسبها. 5 مثلا في 15. the results are 75. تلاحظ انه هو طبع لي فاصلة 0. اوكي، طبع فاصلة 0 كون الرقم ماذا؟ كون الرقم من نوع دبل. يعني كان بامكاني اني ادخل مثلا 15 فاصلة اي شيء مضروبة في، وبالنتيجة راح ينطيني نفس الامور. اوكي، اتمنى هذا يعني كان واضح. هو فقط تدريب واعادة لما احنا تعلمناه بشكل سابق. طيب احنا هنا عندنا برنامج جديد ياخذ من عندك السبيد، السرعة، وياخذ من عندك الوقت، ويسترجع المسافة اللي سافرتها السيارة. نحله لو نتجاوزه، لو خلي هذا عليكم، هذا راح اخليه عليكم. اوكي، تشالنج 4 راح اخليه عليكم. اوكي، تاخذ السرعة، اوكي، السرعة اللي مشت بها السيارة والوقت اللي استغرقته، تستخرج من عنده شنو المسافة اللي سافرها. يعني مثلا إذا السرعة كانت مثلا 100 كيلومتر بالساعة وهو استغرق ساعة، فش قد المسافة؟ 100 كيلومتر. أوكي، حاولوا تحلوا هذا. خلونا ندخل بالتاريخ والوقت. طيب احنا شنو عندنا؟ اللايبراريز. خلي نروح للدارت لانجويج، الدوكيومنتيشن مالتها، ونبحث عن الديت. اوكي، الاحظ انه هي الديت تايم موجودة. اوكي، لاحظ عندك هذه الدوكيومنتيشن. هذه مسألة الدوكيومنتيشن وقراءة الدوكيومنتيشن من اهم الامور. يعني لازم دائما الدوكيومنتيشن تكون مرجعنا الاساسي. فمن اليوم وطالع راح نحاول نتعود كل ما نتعلم كلاس جديدة او اوبجكت جديدة نجي نحاول نقرأ شنو اللي موجود بالدوكيومنتيشن. لانه اذا انت سألتني مثلا على سبيل المثال احمد انا شلون اقدر استخدم الديت تايم، اوكي، مثل ما لاحظت وياي قبل شوي احنا من حاولنا نكتب الاس تي دي ان لطباعة الكونسول، انا راحت من بالي نسيت. اوكي، فهنا ايضا بنفس الحالة ما راح اتذكر، ما راح تكون عندي الامكانية اني اتذكر شنو هي اسم الكلاس. هل هي مكتوبة بكابيتال دي وكابيتال تي، ام هل هي مكتوبة بسمول لتر؟ هل يطلق عليها ديت تايم، هل اسمها ديت ام هل اسمها تايم؟ صعب جدا انه اي انسان يحفظ كل هذه الامور، حتى لو كنت انت مبرمج محترف، حتى مع مسارك بالبرمجة، حتى لمن توصل الى مرحلة متقدمة جدا في البرمجة ما راح تستطيع انك تتذكر كل هذه الامور. تذكر مبدأنا الاساسي. ما هو مبدأنا الاساسي؟ الفهم وليس الحفظ. المبدأ الأساسي اللي دائما لازم نركز عليه اللي هو الفهم. شنو اللي احنا لازم نفهمه؟ لازم نفهمه انه انا على مود اتعامل مع ديت وتايم، انا عندي اوبجكت، عندي كلاس موجودة متوفرة لي من خلال لغة الدارت، اني بامكاني مجرد استخدمها. شنو يطلق عليها؟ يطلق عليها ديت تايم. خلاص.
فهنا أنا إذا خليني أحاول أطبع التاريخ الآن، أسوي today date time. اوكي، احنا اوريدي عرفنا انه الاوبجكت مالتي اسمه date time. اوكي، اسمه date time. اوكي، وبامكاني الوصول الى كل الفانكشنز او الميثودز الموجوده به، مثل الناو اللي هو الان. اذا بامكاني اطبع بهذا الشكل، وراح ينطيني اياه بهذا الفورمات. هذا الفورمات اللي هو سنه، شهر، يوم، ساعة، منت، دقيقة، ثانية، وأجزاء الثانية. أوكي، يعني الثانية وأجزاء الثانية. يعني إذا طبعت الآن راح تكون هذه الأرقام مختلفة. لاحظ معي، يعني هسه هذا الرقم تقريبا ما راح يختلف، لكن انتبه لهذا، هذا ينتهي ب 404، هذا ينتهي ب 149، وهذا ينتهي بأرقام مختلفة. فهذه اللي هو جزء أجزاء الثانية أيضا بنفس الوقت، يعني من الثانية وأجزاء الثانية. أيضا بالدوكيومنتيشن نلاحظ أنه عندنا الإمكانية أنه نغير من التاريخ. أوكي، نغير من التاريخ بعمل تاريخ معين من عندنا. يعني مثلا خلينا نقول نسوي نسخة جديدة من تاريخ معين باستخدام الUTC اللي هي Universal Time Converter، وهي مكتبة متخصصة بإنشاء تاريخ مبني على ديت معين. فنقول ديت يساوي ما نحتاج نكتب كلمة نيو بعد الآن. تلاحظ عندك هنا هو مستخدمها نيو، هذه بنسخة الدارت القديمة. فلإنشاء أوبجكت جديد مثل ما لاحظتوا إحنا من الساعة في برامجنا مثلا بالدبل. اوكي، بالدبل وين عفوا الرندر، لاحظ ما استخدمنا كلمة نيو، علما انه كان بامكاننا انه نستخدم كلمة نيو، الا انه في دارت 2 something يعني نسخة 2 من نسخة الدارت اصبحت النيو redundant، يعني غير ملزمة، ما لها داعي، فبامكاننا الاستغناء عنها. وهذا نفس الكلام اللي ينطبق عندنا في هذا المجال. فبامكاني استخدم date time وابحث عن الUTC. فهنا نشوف، لاحظ حتى الانتليجي جاي ينطيك الاوتو كوركشن اوتو بريدكشن، او يعني جاي ينطيك شنو المحتاجه انت على مود يشتغل الفانكشن. لاحظ عندي ايضا اذا راحت من عندك هذه الخيارات وما تعرف هل تدخل السنة أم هل تدخل الشهر أم تدخل بالنسبة لمستخدمين الماك بإمكانك تستخدم كوماند بي، حرف البي، كوماند وحرف البي. وعلى الويندوز جرب الكنترول بي أو الأوبشن بي، حرف البي. أوكي، هذا حرف البي اللي هو هذا مع الكوماند أو الكنترول ينطيك ما هي الاحتياجات اللي تحتاجها. أوكي، هنا أنا جاي أقول year، سنة، month، ويوم وساعة بإمكانك. علما أنه تلاحظ أنه إذا تلاحظ أنه أكو براكتس حول المونث والداي والمينت والسكند والميلي سكند والمايكرو سكند، لكن لا توجد براكتس على اليير. أوكي، لا توجد براكتس على اليير. خلونا نحاول نروح للتعريف مالتها وخلي نشوف. لاحظ هذه البراكت المحاصرة لكل هذه المعطيات، لكن اليير ما موجود عليها. هذا يعني في لغة الدارت عندنا optional parameters وعندنا required parameters. optional parameters يعني معطيات اختيارية، و required parameters أي بمعنى معطيات مطلوبة، معطيات إجبارية. يعني أنا حتى أنشئ نسخة جديدة من هذا الأوبجكت بشكل ناجح لازم أعطي على الأقل السنة، لازم أعطيه على الأقل السنة. إلا أنه هذني المعطيات محصورات في هذه البراكتس، فإذا هذه المعطيات هي اختيارية. طيب خلينا نشوف إذا أعطينا سنة 2010 ونطبع هذا الديت، نشوف شنو ايش اللي انطانا اياه. اوكي، انطاني نسخة جديدة من هذا الاوبجكت تحتسب لي من 2010 1/1/2010،
ومثل ما تشوف الوقت 000 يعني لأنه أنا ما انطيته. فهذا الديت، هذا الديت أيضا يحتوي على ماذا؟ يحتوي على ميثود بحد ذاته، لأنه هذه الميثود هي سوت لي اوبجكت جديد. هذا الاوبجكت يحتوي على خصائص، من هذه الخصائص ماذا؟ لاحظ عندك to ISO string، يعني تغير الفورمات مالته، تغير الفورمات مالته. اوكي، لاحظ عندك هنا أنا أصبحت عندك حرف التي، لكن قبلها ما أعتقد كانت حرف التي موجودة، حيث الفورمات يختلف. أوكي، هذا الفورمات. عندنا أيضا ماذا؟ عندنا الديفرنس. أوكي، ديفرنس، الفرق ما بين هذا التاريخ وتاريخ آخر. خلينا نشوف. خلي نسوي date from، يعني تاريخ من، ونسوي تاريخ to، إلى مثلا من 2010 ل 2015. أوكي، 2015. فهنا بإمكاني احتساب الفرق من date from، أوكي، من date from دوت ماذا؟ difference إلى date to. لاحظ معي، إذا أسوي run راح ينطيني هذا هو الفرق. هذا الفرق اللي هو يحتسبه ب أعتقد minutes maybe. خلينا نشوف الديفرنس. duration، اوكي، يرجع ماذا؟ يرجع duration. duration هي بحد ذاتها object. اوكي، بإمكاني أن أحولها إلى أيام. فإذا عندي أنا 1826 يوم فرق ما بين سنة 2010 وال 2015. فتلاحظ معي انه هذه الميثود UTC قامت بإنشاء اوبجكت جديد. هذا الاوبجكت بحد ذاته هو من نوع الديت تايم، والديت تايم يحتوي على كل هذه الميثودز. لي على مود انت تعرف كل مكونات الديت اوبجكت تلقاها بالدوكيومنتيشن، اوكي. مثلا هنا أنا كاتب لك comparing date time objects، المقارنة ما بين تاريخين بصيغة الأوبجكت، duration أو فترة، وكل هذه الأمور. لا تخاف، لا تقلق، ما مطلوب من عندك تحفظهن كلهم، ما مطلوب من عندك أنك تعرفهن كلهم بالوقت الحالي. جاي أنطيك بس فكرة عامة عن ما هو متوفر لنا. اوكي، فهذه فكرة سريعة عن الديت اوبجكت او ديت تايم اوبجكت. خلينا نشوف التحدي مالتنا شو يقول. التحدي مالتنا يقول اكتب برنامج يحسب كم يوم انت عشت. اوكي، يحسب كم يوم انت عايش لغاية الان باليوم. فشنو نحتاج date from، اوكي، اللي هو تاريخ ميلادك، وديت to إلى أين. فهنا أنا راح أقوم بكتابة ماذا؟ now، اليوم، الآن، وأقوم بعمل أو خلينا نحافظ على نفس الوتيرة. فسنة 2019 وشهر ماذا؟ لاحظ عندك الشهر يبتدئ بماذا؟ يبتدئ ب1، يعني عندك الأشهر من 1 إلى 12. أوكي، يعني جانوري 1، فبراير 2، وهكذا. فأي شهر أنا مولود بشهر 11، وأيضا اليوم اللي مطلوب من عنده يكون أيضا بالانتجر، أنا مولود ب5/11. لا تقولون لحد، هذا سر بيني وبينكم. أوكي، وهذا كان المفروض يكون هنا. 1981. أوكي، فمن 5/11/1980 لغاية تاريخ اليوم اللي هو ماذا؟ اللي هو شهر 3، وإحنا هسه 31/3. فخليني أطبع ماذا؟ خليني أطبع date from دوت ماذا؟ difference إلى date to. أوكي، إذا طلعت بالماينس نقلبها، فنقلب date to إلى date from. وماذا هو السؤال؟ شو يقول السؤال؟ يقول احسب لي إياها بالأيام. فإذا أنا بإمكاني أستخرج الديفرنس. أوكي، خلينا أستخرج الديفرنس أوبجكت اللي راح يساوي لي ماذا؟ راح يساوي لي الديت to الديفرنس إلى date from،
وأطبع الآن الديفرنس بماذا؟ بالdays in days. لاحظ معي انه هذه الان دايز جتني من ايش؟ جتني من انه الميثود هذه هي تقوم بارجاع اوبجكت من نوع date time ايضا، وبالتالي بامكاني الوصول الى هذه الايام. ما شاء الله انا عايش 13,000 يوم 660. اوكي، بامكانك انك تطبقها بهذا الشكل. أتمنى ما تكون صعبة، أوكي، لأنه بحقيقتها هي ليست بصعبة. مثل ما لاحظت من بدينا التحدي وصلنا إلى الدوكيومنتيشن، ومن الدوكيومنتيشن أخذنا بدايتنا، لأنه مثل ما قلت لك بالنهاية ماكو إنسان يحفظ كل هذه التفاصيل، ماكو إنسان يحفظ هل هي capital D، هل هي capital T، هل هي small letter، هل هي يعني مكتوبة يعني بأي صيغة أو بكي. لكن المهم من هذه الفكرة، المهم من هذا التحدي، إنه أنت تكتشف الفكرة إنه أوكي، إذا أنا أحتاج أن أتعامل مع date وتايم، أنا عندي object ماذا؟ عندي كلاس مخصصة للديت تايم، كل ما علي اني اقوم بانشاء نسخة جديدة من عندها واستخدام الميثود مالتها. اوكي، فخلونا ننظم التشالنج، نعيد التشالنج. وين الدارتس؟ اوكي، فعندنا هذا challenges functions، اعتقد 5. نعم، هو رقم 5. وأقوم باسترجاع. أوكي، فتشالنجز 5 راح يكون عندي date time، لا، راح يكون عندي string اتذكر get date of birth. أوكي، وراح يكون عندي void again run program، وحقوم بسؤال المستخدم أن يدخل get year، عفوا هنا نسأل عن السنة، وهنا راح نحتاج أن تكون بصيغة الانتجر عفوا، وأيضا integer get day of birth، نسأله عن اليوم، وهنا راح نسأل get month of birth. هنا نسأل المستخدم عن السنة واليوم والشهر، وأكيد راح نحتاج ماذا؟ راح نحتاج ال input، وهنا راح أقوم بشيء جديد، راح أقوم ب return. أوكي، راح أسترجع stdn.readSync، أوكي، وأحيطها بالinteger.parse بهذا الشكل. حلو، يعني تخيل معاي انه انا لو قمت بتخزين هذا بشكل variable، خلينا نقوم بتخزين هذا الميثود راح يقوم بنفس العمل بالضبط، صح ولا لا؟ خلينا نشوف الفرق بين الطريقتين. فهنا راح يكون عندي month، وراح يكون stdn.readSyncAlign، صح ولا لا؟ وهنا أنا راح أقوم بإرجاع ماذا؟ راح أقوم بإرجاع الinteger.parse القيمة مال الشهر، صح ولا لا؟ فهنا أنا مجرد إني اختصرت هذا السطر مع هذا السطر بسطر واحد. أوكي؟ لأنه نفس الفكرة، راح تكون نفس الفكرة، فبالتالي بإمكاني الاستعاضة عن هذا المتغير بعمل هذا السطر، بإضافة ماذا؟ بإضافة المسج اللي تقول enter the year of birth، ادخل السنة، وهنا I وليست O، وهنا نسأل المستخدم أن يدخل المونث الشهر، وهنا نسأل المستخدم أن يدخل الداي أو اليوم، ونقوم باسترجاع نفس الشيء.
فهنا في كل واحد من هذه الميثودات أنا سألت المستخدم عن الإدخال، وبالتالي عندي هذني المدخلات. فبالتالي شنو اللي راح أحتاجه هنا؟ أصبح عندي أنا 3 معطيات، صح ولا لا؟ أصبح عندي 3 معطيات. فهنا أنا بإمكاني أن أستخدم السنة date اللي هي من الميلاد، أوكي، سنة الميلاد، وأستخدم get year of birth. أقدر لو ما أقدر؟ أقدر، صح ولا لا؟ ماكو داعي إني أستخدم integer، أوكي، year مثلا، وأقول له get year of birth، وبعدين أخذ اليير وأدخلها في هذا المكان، صح ولا لا؟ أي الحالتين راح تمشي، أي الحالتين راح تمشي. والمونث راح يكون get month، وانتجر day راح يكون get day of birth. وهنا أنا أسوي month وأسوي day. حلو الكلام. وهنا أنا بدل ما أستخدم التاريخ الآني بالوقت الحالي، مجرد إني أستخدم تاريخ اليوم، لكن أحتاج أن أغيره إلى UTC. أحتاج أن أغيره إلى UTC كون هنا الناتج أو نوعية المتغير اللي راح يرجع لي، الأوبجكت اللي راح يرجع لي هو بصيغة UTC، هي الأوبجكت نفسها الديت دوت ناو بإمكانها أنه تحول لي إلى صيغته UTC، حتى يكون عندي هذني الأوبجكت تو أوبجكت من النوعين متطابقات، فبالتالي تستطيع الديت تقوم بعملية المقارنة. حلو الكلام. طيب هنا الرن، خليني أطبع مسج تقول welcome to our tool, please enter the details below. اوكي. وهنا ايش راح نقول؟ راح نقول you have lived for علامة الاس دولار. اوكي. فهنا أنا راح احتاج اني لكون هذه راح تحتوي على الان، فهنا أنا اعتقد احتاج الى اعتقد انه تقدر تسوي لها حصر ب brackets. اعتقد هي لها طريقة معينة، لكن بالوقت الحالي خلينا نقول days راح يساوي لي هذه الان days، وبالتالي for days. حلو الكلام. ونجي على المين كالمعتاد نسوي import للchallenges 5 ونسوي run program. نفذ البرنامج مالتنا. welcome to our tool, please enter the details below, enter the year of birth 1981, enter the month 11, enter the day 5, you have lived for 13,660 days. اوكي. امورنا تمام. هذا الفيديو يحتاج الى اعادة، هذه الفيديو يحتاج الى تطبيق. اتمنى انكم تقوموا بهذه التطبيقات الخمسة، لانه هي تمرين لكل ما تعلمنا، بالاضافة الى تمرين الى الديت تايم، الشغلة الجديدة اللي تعلمناها، وايضا قمنا بالتمرين على ترتيب ملفاتنا، ترتيب الأكواد مالتنا بملفات. فبهذه الحالة من اليوم طالع راح نستخدم هذه الطريقة، راح نستخدم طريقة إنه كل ما نكتب كود في كل درس راح نضع الأكواد في ملفها الخاص. وأسئلتكم الآن إن شاء الله ما كان الموضوع صعب، لأنه بحقيقته سهل. مجرد object، عبارة عن object class، احنا سوينا class من نوع date time. اوكي. اي سؤال، اي تفصيلة؟
طبعا احنا تحدياتنا يعني هسه احنا بعد راح نستمر في هذا الموضوع، موضوع التحديات، مثل ما تلاحظ هنا أنا راح نسوي تحدي راح نحسب بيه وقت. اوكي، راح نحتاج الى عملية حساب وقت بالثواني، وايضا لاحظ. اوكي، يعني هذه التحديات كلها راح نقوم بتطبيقها، هذه التحديات كلها راح نقوم بتطبيقها لحد نهاية اخر واحد اللي هو شقد 26 تحدي في هذا المجال. لكن هذه ليست التحديات الوحيدة، اكو كتاب اكبر من هذا يمكن 25 مرة ايضا بالتحديات. هذه التحديات يعني تنطينا اساس قوي لكل هذه الاساسيات اللي احنا جاي نتعلمها بشكل يومي، فمن خلالها راح ان شاء الله نتقوى. ماذا لو استخدمنا طرح تاريخين، هل ينفع؟ ما ادري، خلينا نجرب ونشوف. اوكي، انا عندي ديت وعندي ديت. اوكي، خلينا نقوم بطباعة ماذا؟ خلينا نقوم بطباعة date to ناقص date from isn't defined in the class date time. لا ما نقدر. اوكي، يعني هو already جاي يقول لك الماينس غير قابل للعمل. لكن لو قمنا باستخدام method اسمها subtract، لاحظ معي method اسمها subtract، يعني subtract بالانجليزي معناها طرح. اوكي، فلو قمنا بطرح هذا الديت من هذا الديت to the parameter duration، الا انها تحتاج الى duration وليس date time، فبامكاننا نحول الديت تايم الى duration، نقدر، او نقدر نسوي duration جديدة. لاحظ معي، نسوي duration جديدة باستخدام duration نفسها تحتاج هذا الثلاث معطيات. فلو اخذتها من date from year، لاحظ معي date from لا هو يحتاج integer days hours minutes seconds. اوكي، يعني بامكانك تسوي الاوبجكت الكامل الديوريشن من نوع الديوريشن اللي يحتاج بحد ذاته الى ماذا؟ يحتاج الى الايام، فراح يكون عملية الطرح لازم نحتاجها بعد الديفرنس، يعني راح نحتاج الديفرنس، فبالتالي راح يصير عندنا الدايز الديفرنس اوكي difference دوت days in days، بعدين difference in شنو يحتاج؟ هو يحتاج الى hours in hours. اوكي، ويحتاج الى minutes dot in minutes. اوكي، عفوا، ويحتاج الى ماذا ايضا؟ يحتاج الى وين وصلنا؟ minutes انطينا، يريد seconds، ف different in seconds، وبعد السكندز يحتاج ملي سكندز، ونفس التالي in ملي سكندز، واخر معطى يريد مايكرو سكندز، ف difference in مايكرو سكندز. اوكي، فهذا الاوبجكت اللي هو الديوريشن، فراح يكون عندي duration او فترة زمنية، duration يساوي هذا الduration. خلينا نشوف ليش قاعد يشتكي. نسينا شيء. too many positional arguments، 0 expected but 6 found. okay duration dot
ولازم احنا نسوي duration من object معين، وإلا subtract ليش تريد subtract ليش تحتاج إلى duration؟ هذا معناه انه ما نستطيع ان نطرح date من date. خلينا نشوف subtract شنو تسوي. subtract returns a new date instance with duration subtracted from this. اوكي، يعني ترجع لنا هي duration جديدة من خلال الطرح. فهنا duration جديدة new duration days 50. اوكي هاي حلو فهمت. طيب الشغلة اللي عندنا هنا duration وتساوي duration. هنا عندنا مسألة جديدة راح نتعلمها اللي هي named parameters، أي بمعنى لازم أكتب days. أوكي، لازم أكتب days قبل ما أستطيع أني أدخل الdays. أوكي، فلازم أكتب days. تذكروا عندنا هنا احنا بالمثودات مالتنا، لاحظ هنا ما عندي اسم لي الباراميترز، لازم هنا اسميه، لازم انطي name. فهذه خليها لحد ما ناخذ النيمد باراميترز او المعطيات المسمات، ونرجع نزور هذه الديوريشن راح نستخدمها كثير خصوصا بالانيميشن بالفلتر. اوكي، نستخدمها بالانيميشن بالفلتر، فأتمنى أنك تذكرني عليها، نرجع لها، ضروري نرجع لها. لكن بالوقت الحالي ما نريد ندخل بيها لغاية ما ناخذ النيمد باراميترز. أكيد ترجع تطبقها مرة ثانية 100%. نعم، احنا مثل ما قلنا، احنا الفيديوهات اللي نقوم بيها ما اريدكم تقوموا بعملية نسخ الكود، اريدك تكون مركز وياي شنو قاعد نسوي. لكن بس نخلص في وقتك انت، نعم ارجع، لازم ترجع تكتبهن، لازم ترجع تتأكد انه قاعد يشتغلن. وممكن انك تفكر في شغلة جديدة تضيف خاصية عليها، او ممكن تعيد كتابتها بطريقتك الخاصة. نعم، لازم تعيدون كتابتها، لازم تتمرنون عليها. هذه التحديات مو إلي أنا أحلها، هذه التحديات إلكم أنتم تحلوها. لكن أنا جاي أستخدم هذه الطريقة أنه إحنا نحلها مع بعض، لأنه إحنا في بداية الطريق، فنتساعد مع بعض، نفكر مع بعض، تشوفون كيفية عمل الطريقة. انتم اذا لاحظتوا انه احنا لغاية الان ما ذكرنا الخوارزميات ولا فكرنا بالالغوريثم، لكن احنا من اول يوم لغاية اليوم احنا كل يوم قاعد نستخدم الخوارزميات، كل يوم قاعد نستخدم الالغوريثم. لكن احنا جاي نتعود عليها بطريقة تلقائية، من خلال من خلال الترتيب المنطقي للميثودز مالتنا، من خلال استخدامنا لأخذ معطيات، تحليل معطيات، وكل هذه الأمور. هذه هي الخوارزميات. فأيضا احنا قاعد نتمرن على هذه الأمور أثناء ما احنا قاعد نقوم بهاي الحلول وهاي التحديات. فلازم نعم فبعد انتهائنا لازم انت تروح وتتمرن عليها، تعيد كتابتها، تتأكد انها قاعد تشتغل. واذا تواجهك مشكلة ترجع لي الفيديو، واذا ما انحلت بالفيديو ترجع تسألنا ونساعدك بيها. اوكي، اتمنى الامور كانت واضحة. رجعوا طبقوا هذه التحديات، حلوها مرة اخرى. شوفوا شلون يعني بامكانكم اذا تحبون تضيفون عليها خصائص اخرى. اذا واجهتكم اي مشاكل رجعوا سألونا، نتعاون عليها مع بعض. خلونا نتعود على هاي الطريقة، نكتب كل درس، كل محاضرة احنا نقوم بها، كل تحديات نكتبها في ملف معين حتى تكون لنا ايضا مرجع. اوكي، شكرا لكم احبتي. ان شاء الله بكرة راح اعلن عن الجدول النهائي اللي ان شاء الله راح يكون مرضي للجميع. خلونا ناخذ استراحة ونرجع نكمل ويا الجافا. شكرا لكم، اشوفكم بعد ربع الى 20 دقيقة. تحياتي.